فكرة انت مش اي كلام. في نفس عمرك كان في ابطال قادة وتحت قيادتهم فرسان، فانتبه لقيمتك. انت قائد لسفينتك ونجاحك ده هو بطولتك. وعشان الزمام يكون دايما في ايديك تمام، لازم تحضر الرحلة دي من بالليل. اعقد النية لله على الاجتهاد والنجاح، وانك تبذل كل طاقتك، ومش هتبخل على نفسك بشطارتك. صحيت بدري يا همام؟ برافو عليك. انت دلوقتي ذهنك صافي وذاكرتك حاضرة، قلبك منفتح ومتفائل على نجاحات وإنجازات انت بتستحقها وهي بتستناك. ايه الحكاية؟ الرغبة ولا المفروض؟ الرغبة بتقول إن إحنا نبدأ نذاكر السهل الأول علشان يفتح نفسنا، بس الحقيقة إن إحنا واخدين السهل ده حجة علشان نهرب من الصعب ونبعده عن وشنا. بس الصعب هيفضل موجود ومنغص علينا أي إنجاز بنحققه في السهل. علشان كده العقل بيقول نبدأ بالمفروض، نبدأ بالصعب الأول، بس نقسمه لمحطات إنجاز ونتغلب عليه واحدة ورا التانية. ساعتها هتفرح بجد، مرة بإنجازك ومرات ومرات بانتصارك على خوفك. اوعى تذاكر لوحدك، دايما خلي اتنين يذاكروا معاك. هتقولي لأ، أنا بذاكر لوحدي. هقولك اوعى يا صديقي تذاكر من غير الاتنين دول. مين هما؟ الورقة والقلم، دول مساعدينك المخلصين. اوعى تنساهم وتذاكر لوحدك، هتلاقي المعلومات من غيرهم بسهولة بتهرب منك. الجزئية الصعبة عليك ارسمها، لو عاوز أكتر تأكدها. تيجي نجربها؟ تعال نجربها في تعريف الثورة الصناعية اللي احنا حافظينه صم من لحننا له بالأغنية. نحول جزء جزء لرسمة تعبر عن الكلمة. كلمة تحولات، الثورة الصناعية هي تحولات. ملكة التحولات في حياتنا هي الفراشة، لأنها بتتحول من دودة لفراشة. فهنعبر عن كلمة تحولات برسمة فراشة. الثورة الصناعية هي تحولات علمية، طبعا علمية هنعبر عنها برسمة عالم. تحولات علمية هي اقتصادية اجتماعية كبرى، طبعا هنعبر عن كلمة اقتصادية برسمة الأموال. اجتماعية مجموعة من الناس. كبرى هنعمل دايرة كبيرة نتيجة اكتشاف الآلة البخارية. هنرسم شكل قطر طالع منه بخار. يلا بينا نعكس التعريف كده، يعني نحط الرسمة ونشوف هنحولها لكلمات ازاي. الفراشة بتعبر عن كلمة ايه؟ الله يفتح عليكم، تحولات. العالم علمية. الفلوس اقتصادية. والأفراد اجتماعية. الدايرة الكبيرة برافو كبرى نتيجة اكتشاف القطر البخاري، يعبر عن الآلة البخارية. برافو عليكم، الله يفتح عليكم. يلا بينا نكمل. صاحبك هو اللي بيذكرك بقيمتك وبهدفك، مش اللي ماشي على هواك وبيضحكك وبيضيع وقتك. هو في الحقيقة بيضحك عليك وبياخد منك أيامك وإنجازاتك اللي صعب تتكرر مرة تانية. خلي بالك، لأن صاحبك مهما طالت مدة صحبتك له هيفرقك، بس الطريق اللي اخترته نتيجة صحبتك له هيلازمك طول عمرك. فخلي بالك من نفسك. لسه في حتة في المنهج صعب عليك تتذكرها؟ اعمل لها ارتباط شرطي. يعني ايه؟ يعني اربطها بحبل. الله، ازاي ده؟ يعني مثلا في حتة بدايتها صعب عليك ان انت تذكرها، حاول وانت بتذكرها خبط مثلا على الترابيزة اللي قدامك خبطة معينة. فكل ما تيجي تفتكر المعلومة دي ولقيت الكلمة هربانة منك، بمجرد ما تخبط نفس الخبطة اللي ارتبطت بالكلمة وانت بتقولها، الخبطة دي هتبقى زي السنارة بالظبط اللي هتشبك في المعلومة اللي فلتت منك وهتجيبها لك لحد عندك. قبل النهاية أحب أقول لكم، لا تكتفوا أن تكونوا فقط في موضع العمل، ولكن كونوا
في موضع الإحسان. تذكروا يا أصدقائنا، في الأجازة هيكون لنا موعد مع المواضيع الثقافية ومعلومات كلها حقيقية. هنستناكم.